العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بأهم وأبرز العناوين. سيمينارات برامج التنمية وتطورات الأوضاع الإقليمية تنتظم البلاد. دعوة لرفع مشاركة المرأة في التعليم في قلعلو. إصابة 6 مواطنين بكورونا اليوم. البرلمان اللبناني يصادق على منح الثقة للحكومة. الاتحاد الأوروبي يتضامن مع فرنسا في أزمتها مع الولايات المتحدة. وقتيل وجرحى جراء تصادم قطارين في قينيا. ومن العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. تنتظم البلاد سيمينارات حول برامج التنمية الوطنية وتطورات الأوضاع في القرن الأفريقي بإشراف كبار المسؤولين في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وتوضح السيمينارات المنعقدة بعنوان الأوضاع السياسية الراهنة وبرامج التصدي الموحدة البرامج الوطنية السياسية والتنموية والاجتماعية، وضعا في الاعتبار تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية، وذلك مواصلة للسيمينارات التي يعقدها كبار المسؤولين على فترات. وأشارت ورقة السيمينار إلى أن الشعب الإريتري قدم تضحيات جسام بعد أن أصبح عرضة للاستراتيجية العالمية للقوى العظمى، وتخطى بانتصار للأوضاع الصعبة جدا بفضل وعيه وتنظيمه القوي، ولأن العدائيات لم تنتهي بعد بارتباطها مع الأوضاع الإقليمية الحالية، فأن المرحلة تتطلب دائما الوعي السياسي والتنظيم العالي وتقوية كافة جوانب التصدي. وحول برنامج التصدي الموحد، أوضح السيمينار أن أولوية هذه المرحلة تقوية التصدي الأمني على الأساس الشعبي وتعزيز الوعي السياسي والتنظيمي، وتنفيذ قوي لبرامج التنمية المحلية إلى جانب التصدي وتطوير الخدمات الاجتماعية ونظم إدارة الشعب والمؤسسات، وتقوية المهام الإعلامية والدبلوماسية والعمل المتفاني للسلام الإقليمي. وطالبت نقاشات السيمينار استمرارها بانتظام لتوضيح الأوضاع السياسية الراهنة باعتبارها رائدة كافة برامج التنمية، وتحسين الضعف في نشر المعلومات ومشاكل الانضباط العمل والإدارة، وتقوية جميع جوانب الأعمال التنموية. دعا الاجتماع التقييمي لأنشطة التعليم في مديرية قلعلو لبذل الجهد لرفع مشاركة المرأة في التعليم، خاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية. وأوضح مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ عمر حسن في التقرير الذي قدمه الاجتماع الذي عقد في 19 من سبتمبر لتقييم العام الدراسي 2019-2020 أن حياة الترحال الرعوية وبعد المناطق وعدم ملائمة بعضها، بالإضافة إلى عدم تقوية العلاقة بين أولياء الأمور والطلاب والمعلم، من العوامل المؤثرة سلبا على العملية التعليمية. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان أن العمل جاري مع الجهات المعنية لتخفيف المصاعب والنواقص المعيقة للعملية التعليمية. وذكر المشاركون في الاجتماع تحقيق نجاحات في التعليم قبل النظامي، منادين لصيانة المدارس لتحقيق نتائج أفضل في المراحل اللاحقة وحل نقص معلمي لغة الأم، وبذل مزيد من الجهد لتعزيز مشاركة المجتمع في التعليم. إعلان وزارة الصحة.
أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل في إقليم عنصبة إصابة 6 مواطنين بفيروس كورونا في كرن. في غضون ذلك شفي مريض واحد من الأقليم الأوسط، بينما توفي مريض كورونا من الأقليم الأوسط يبلغ من العمر 89 عاما. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6680، شفي منهم 6625 وتوفي 41 مريضا، فيما لا يزال 14 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 21 من سبتمبر 2021. يساهم مشتل مايدما بدور كبير في أعمال التشجير الجارية في المنطقة بإنتاج 150 إلى 300 شتلة سنوياً. وأوضح مسؤول المشتل السيد محروتو أرأيا إنتاج حوالي 4.5 مليون شتلة في السنوات 30 الماضية، والعمل لتوسيع إنتاج الأشجار الكبيرة المثمرة. وذكر خبير حماية الأشجار والحياة البرية السيد فقادو ولد يوهنس وأن شتول الأشجار الكبيرة المعدة في المشتل تغرس في 22 ضاحية بالمديرية بالطلاب والمشجرين الأفراد والمجتمع. وأشارت العاملات في المشتل إلى المساهمة الكبيرة للمشتل في الحملة الخضراء. دعت جمعية مربو أبقار الحليب التعاونية في الإقليم الأوسط للقيام بمراقبة جادة للألبان المسوقة على الطرقات دون الخضوع لإجراءات صحية لازمة. وأوضح رئيس الجمعية السيد أبراهام جبر كروستوس أن الألبان الغنية بالفيتامينات يمكنها التعرض للتلوث، داعيا فرع القانون والنظام للحد من الألبان المسوقة على الطرقات. وذكر السيد أبراهام أن الجمعية تأسست منذ أكثر من نصف قرن وتضم في الوقت الحالي 450 عضوا، ومثلهم لم يتآطروا تحت الجمعية. وتقدم يوميا حوالي 20 ألف لتر من الألبان إلى شركة أسمر للألبان. من جهتهم قال أعضاء الجمعية إنهم يحصلون على فوائد كثيرة من خلال التآطر تحت رعاية الجمعية، مناشدين للتآطر في الجمعية مدركين أهمية الفوائد المكتسبة. نشرتنا تتواصل بعد الفاصل. صوت مجلس النواب اللبناني على منح ثقته للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي التي تشكلت بعد 13 شهرا من الفراغ. وقد استقرت جلسة منح الثقة للحكومة اللبنانية 8 ساعات، حيث صوت 85 نائبا على منح ثقتهم للحكومة الجديدة، فيما حجب 15 نائبا الثقة عنه، حسب ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري نقلا عن فرانس بريس. وتقع على عاتق الحكومة اللبنانية الجديدة مهمات صعبة، أبرزها محاولة وقف الانهيار الاقتصادي في البلاد. أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن دول الاتحاد 27 أعربت عن تضامنها مع فرنسا في أزمة القواسات الأسترالية الناشبة بينها وبين الولايات المتحدة. وقال بوريل إن وزراء خارجية دول التكتل الذين عقدوا اجتماعا في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أعربوا بوضوح عن تضامنهم مع فرنسا، مشددا على أنهم أعربوا عن تضامن واضح. وأضاف أن وزراء الخارجية 27 اعتبروا أن الخلاف الذي نشب بين باريس وواشنطن إثر إعلان الولايات المتحدة تشكيل تحالف أمني في المحيطين الهندي والهادي يضم إليها كلا من بريطانيا وأستراليا ليست مسألة ثنائية، بل قضية أثرت على الاتحاد الأوروبي بأسره. وأعرب بوريل عن أسفه لأن هذا التحالف لا يسير باتجاه مزيد من التعاون في المنطقة المحيطين الهندي والهادي.
لقي شخص واحد مصرعه وجرح 5 آخرون نتيجة تصادم قطارين تابعين لشركة روسال الروسية للألمنيوم في غينيا وفقا لوسائل إعلام محلية. وأفاد بأن الحادث وقع بضواحي العاصمة كوناكري، حيث توقف أحد القطارين المحليين بخام البوكسيت بسبب تعطل فني وصدمه قطار آخر كان يسير في الاتجاه نفسه. وقالت السفارة الروسية في غينيا لوكالة تاس إن التصادم لم يخلف إصابات بين مواطنين روس. وتعمل شركة روسال في غينيا منذ عام 2001، حيث تعد أحد أبرز المستثمرين الأجانب. والخبر الأخير في هذه النشرة: التحمت مركبة شحن فضائية صينية بنجاح مع وحدة بمحطة فضاء في رابع مهمة من أصل 11 مهمة مطلوبة لاستكمال أول محطة فضاء صينية دائمة بحلول نهاية العام المقبل. وذكرت وسائل إعلام روسية أن الصاروخ لونغ مارش 7 انطلق حاملا المركبة تيان تشو 3 من مركز وانشانغ لرحلات الفضاء على جزيرة هاينان بجنوب البلاد. والتحمت المركبة بنجاح مع وحدة تيانخا الرئيسية بالمحطة الفضائية. وتعتزم الصين إطلاق مركبتين آخرين العام المقبل، هما وانتيان ومانغتيان، باستخدام صواريخ لونغ مارش 5B، وهي أكبر وأقوى صواريخ النقل الفضائي بالصين. ختام النشرة إليكم أبرز ما جاء فيها. سيمينارات برامج التنمية وتطورات الأوضاع الإقليمية تنتظم البلاد. دعوة لرفع مشاركة المرأة في التعليم في قلعلو. إصابة 6 مواطنين بكورونا اليوم. البرلمان اللبناني يصادق على منح الثقة للحكومة. الاتحاد الأوروبي يتضامن مع فرنسا في أزمتها مع الولايات المتحدة. قتيل وجرحى جراء تصادم قطارين في غينيا. إلى اللقاء.